ياسر قاسم، ياسر اندازيار، ياسر وسدريك تيكي تاكا فاجر اندفا بوي ياريزاني كورين زاخو شيفان جميل تاكا ياريزان الياري قيدا كورين زاخو كورت ياريتكت او شي ياريزان شيفان جميل قبال بن قدرة ياريزان محمد عبد الكريم ياريزان لوكاس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا مرحبا بكم متتبعي قناة شباب سبورت HD1. أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء لافتتاح الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز 2021-2022. اللقاء الذي يجمع ما بين فريقي زاخو صاحب الأرض هنا على أرضية ملعب زاخو الدولي بمواجهة فريق نادي الكرخ القادم من هزيمة على ملعبه بهدفين مقابل هدف وحيد أمام فريق نفط البصرة. تشكيلة الفريقين بداية بفريق نادي الكرخ، الفريق الضيف الذي يدخل بحراسة المرمى عابد سليم حماد، خط الدفاع حيدر ماجد، مناف يونس، سيف علي كرار سعد، ثنائي منتصف في الميدان يوسف فوزي، شهاب رزاق على اليمين، عمر عبد الرحمن على اليسار، مصطفى وليد، وثنائي خط الهجوم علاو كاظم وعماد محسن. بينما فريق نادي زاخو الذي يدخل بتشكيلة متكونة من حارس المرمى محمد شاكر، خط الدفاع البرازيلي برونو أوليفيرا على اليمين، أمجد وليد على اليسار، ثنائي قلب الدفاع محمد عبد الكريم والبرازيلي هيليو موتيرو، ثنائي المنتصف كايك أوليفيرا وشيفان جميل، وأمامهم ياسر قاسم، وثلاثي خط الهجوم لوكاس سانتوس والكاميروني فرانك سيدريك، ورأس الحربة محمد جواد. طاقم التحكيم الذي يقود هذه المواجهة المتكون من منتصر غازي، نوار صالح، شاكر خالد، وتوانا عثمان، ومقيم الحكام سبهان أحمد. كرة تتحول إلى ضربة ركنية لفائدة فريق نادي الكرخ عن طريق اللاعب حيدر ماجد بضربة ركنية لفائدة فريق نادي الكرخ، ترسل مرت وتحولت وعادت. ما زالت المحاولات القائمة لفائدة فريق نادي الكرخ، محاولة المرور والعبور عن طريق كرار سعد، التمرير، محاولة العرضية أرسلت ولكن تبعد وتتخلص بالراس عن طريق المدافع من هنالك محمد عبد الكريم القادم من نادي الزوراء، اللاعب الذي مثل نادي الزوراء وأيضا نادي أمانة بغداد. يرسل الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تبعد إلى ضربة ركنية لفائدة فريق نادي الكرخ الذي يدخل ويريد أن يحصل على نقاط المباراة من ملعب زاخو الدولي. هذا الملعب الذي يمثل عقدة على الفريق الأصفر. تبعد كرة عن طريق حارس المرمى، تتخلص وتعود لفائدة أمجد وليد، لفائدة فريق نادي زاخو، ترسل إلى الأمام لفريق نادي زاخو الذي يدخل بالزي الأبيض. من هنالك فريق نادي الكرخ بالقميص الأصفر الزي التقليدي لفريق نادي الكرخ. كناري العاصمة جانبية لأمجد وليد، أمجد القائد على اليسار، يرسل كرة، محاولة المرور عن طريق فرانك سيدريك، ولكن أبعدت الكرة وتخلصت وعادت مرة أخرى في منتصف الميدان لفائدة فريق نادي الكرخ. هذا عماد محسن صاحب هدف فريق نادي الكرخ الوحيد في الدوري في الجولة الأولى، ليعتبر أسرع أهداف هذا الموسم في مرمى نفط البصر. كان في الدقيقة الثانية على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي. كرة ترسل سهلة عند محمد شاكر، مواليد 96 من محافظة ديالى، حارس مرمى الطلبة سابقا والزوراء، إضافة قوية لفريق نادي زاخو والذي أعلن تمسكا بهذا الاسم وهذا الحارس الواعد والشاب. كرة ترسل من هنالك على اليمين، عرضية عالية بالراس ولكنها مرت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. من هنالك صدام وإصابة للاعب فريق زاخو وفريق نادي الكرخ. إذن المواجهة رقم 14 ما بين الفريقين
زاخو فاز ب3 منافسات أو مناسبات، الكرخ مرة واحدة، والتعادل حدث بينه ب9 مواجهات. 9 مواجهات كان التعادل سائدا بين الفريقين. تحول الكرة جانبية لفائدة فريق نادي زاخو. من هنالك للفريق القادم من انتصار مثير على هذا الملعب على حساب فريق نادي نوروز ب2 مقابل هدف وحيد. سجل لفريق نادي زاخو لوكاس سانتوس البرازيلي والكاميروني فرانك سيدريك. كرة ترسل عالية للأمام لفائدة فريق نادي زاخو في منتصف الملعب. محاولة تتحول على اليمين، التخلص، ولكن تبعد الكرة من جانب المدافع أو الظهير الأيسر كرار سعد الذي ينقل الكرة بدورة إلى خارج أرضية الملعب. تتحول جانبية لفائدة فريق نادي زاخو إلى الأمام. كرة ترسل ولكن تتخلص وتبعد عن طريق سيف علي. تعود مرة أخرى لفائدة فريق نادي زاخو على اليسار، مراوغة ولكن تقطع الكرة، وصافرة الكابتن منتصر غازي الذي تعلن عن وجود خطأ لفائدة القائد أمجد وليد لفائدة فريق نادي زاخو. أمجد وليد لاعب فريق دهوك، الكهرباء، الطلبة، الزوراء، نفط الوسط والشرطة سابقا، ولاعب المنتخب العراقي أيضا، الظهير الأيسر بمواصفات المهاجم، لاعب سريع يمتلك حلول عند الحصول على الكرة، وبالتالي لاعب نشط يمتلك حيوية رائعة. خطأ لفائدة الفريق نادي زاخو. من هنالك على اليسار ترسل عالية بالراس، تتخلص من دفاعات فريق نادي الكرخة، وبالتالي تتحول إلى خارج أرضية الملعب. تحولت إلى خارج أرضية الميدان لفائدة فريق نادي زاخو الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز التاسع 46 نقطة. الكرخ المركز العاشر ب45 نقطة. نعم، بفارق مركز أو بفارق نقطة وحيدة بين الفريقين. زاخو في الموسم الماضي حقق 10 انتصارات، 16 تعادل، 10 هزيمة. الكرخ 11 انتصار، 12 تعادل، و 15 هزيمة. ضربة مرمى عن طريق الحارس عابد سليم حماد، يرسل كرة إلى الأمام، وصلت وعادت لحارس المرمى محمد شاكر. محمد شاكر فريق نادي زاخو الموسم الماضي حقق 6 انتصارات على هذا الملعب. سال الكرة، حارس المرمى يرسلها بعيدة، من هنالك عابد سليم، وبالتالي تتحول جانبية لفريق نادي زاخو الذي ينطلق وبضغوطات لتسجيل أو البحث عن تسجيل أول الأهداف. محاولة على اليمين، من هنالك راية الحكم المساعد القريبة من الحالة، رفقة صافرة الحكم، نعم حكم المباراة الكابتن منتصر غازي، التي تعلن عن وجود خطأ لفائدة فريق نادي زاخو. لم يهزم فريق نادي زاخو على ملعبه في الموسم الماضي. ترسل كرة عالية، تبعد من جانب الدفاع إلى خارج أرضية الملعب. تحولت وانتقلت إلى ضربة ركنية لفريق نادي زاخو. ركنية لفائدة زاخو في هذا الأثناء، أو هزم
على هذا الملعب 5 مرات. ياسر قاسم والإضافة والخبرة لفريق زاخو، إضافة قوية لهذا الفريق، الاستقطابة لنجم المنتخب الوطني السابق الكابتن ياسر قاسم القادم من الدوري السويدي. تجربة رائعة. الله، ماذا هنالك، ماذا هنالك، ماذا يقول حكم اللقاء؟ من هنالك تدخل، مرت الكرة بسلام، وبالتالي الحديث وسقوط لاعب فريق نادي الكرخ على أرضية الميدان، والحديث والاحتجاج بالسلامة للاعب فريق نادي الكرخ في هذه الأثناء. نعم الكابتن ياسر قاسم، والتجربة رائعة في الدوري الإنجليزي درجته الأولى والثانية والممتازة. قد برايتون الإنجليزي، لوتون في الدرجة الثانية، ماكيلز، فليت تاون، وسيوندون تاون، ونورثامبتون. وبالتالي لاعب يمتاز بالخبرة في منتصف الميدان، خاصة يرتكز عليه فريق ياسر قاسم بمواصفات المهاجم وصانع الألعاب. ضربة مرمى لفائدة عبد سليم لفائدة فريق نادي الكرخ، إلى الأمام وصلت، أبعدت من البرازيلي مونتيرو، الموسم الثاني للبرازيلي رفقة فرسان الشمال. تبعد الكرة من لاعبين فريق نادي زاخو في منتصف الميدان، ممتاز، تغيير ودوران بالتغيير باتجاه اللعب مرة أخرى، عادت ووصلت، والتدخل من الدفاع، وبالتالي صافرة من هنالك. وحكم اللقاء ماذا يقول؟ نعم، خطأ لفائدة أمجد وليد. أمجد وليد والسرعة والتحرك وشن الضغط على المنافس، وبالتالي يتحصل على أخطاء في هذه الأثناء. وأي توجيهات الكابتن عبد الوهاب أبو الهيل، ثالث المدربين الذين قادوا فريق نادي زاخو في موسم أو في سنة واحدة. كابتن رزاق فرحان، وهذا الثنائي الذي سبق له وأن مثل المنتخب الوطني في محافل آسيوية وعربية وعالمية، في أولمبياد أثينا، والمشاركة رفقة المنتخب الأولمبي الذي قدم عروض ممتازة وحصد المركز الرابع آنذاك. خطأ لفائدة فريق نادي زاخو عن طريق برونو أوليفيرا البرازيلي، وبموسمه الأول رفقة فريق نادي زاخو، رأسية وصلت سهلة عند حارس المرمى، من هنالك عن طريق هوليو مونتيرو، ثنائية برازيلية، نعم، عن طريق برونو وهوليو مونتيرو، واستقرت بأحضان حارس المرمى عابد سليم، وبالتالي ذهبت الخطورة مع هذه الكرة التي تشتتت بأحضان حارس المرمى عابد سليم. تحولت الكرة إلى خارج أرضية الميدان، تتحول وتعود لرمية تماس لفريق نادي الكرخة عن طريق اللاعب حيدر ماجد لفريق نادي الكرخة. كرة ترسل إلى الأمام، محاولة مستمرة لفريق نادي الكرخ، والبحث عن أول النقاط في هذا الدوري، ولنسيان ما حصل في الجولة الأولى. حقيقة الفريق كان قد دخل بمنافسة قوية عرضية، مرت وتحولت وأبعدت من جانب فريق أو دفاعات فريق نادي زاخو. نعم، الفريق دخل بعروض رائعة وأداء مميز في الجولة الأولى وبشوط المباراة الأول، وتقدم بأول دقيقتين عن طريق ابن الفريق القائد عماد محسن، ولكن انقلبت النتيجة. كرة خطيرة تبعد
وتتخلص من جانب دفاع فريق نادي زاخو، تتحول إلى خارج أرضية الميدان جانبية لفريق نادي الكرخ. تلعب الكرة، نقلات على اليسار، محاولة المرور، محاولة التوغل، ترسل، تقطع، تتحول إلى خارج أرضية الميدان. متابعة دفاعية رائعة عن طريق المدافع البرازيلي هوليو مونتيرو في هذه الأثناء. وهذا هو عماد محسن واللاعب عمر عبد الرحمن، والثنائي النشط أبناء الكرخ. كما عودنا فريق نادي الكرخ دائما ما يعول على مواهب وأبناء الفريق يقدمهم. هذا الفريق يعرف أيضا أنه مسقا للمواهب، ودائما ما يخرج أسماء ويرفد الأندية الجماهيرية والمنتخبات الوطنية بالأسماء الواعدة. كرة وصلت بالراس خطيرة ولكن تبعد وتتخلص من دفاعات فريق نادي زاخو. عادت وصلت مرة أخرى، من هنالك دفاع نعم أبيض عن طريق اللاعب أمجد وليد، وبالتالي تتحول جانبية. أمجد إلى الأمام، وصلت وعادت في منتصف الميدان، وحاولة المرور تقطع وتعود عن طريق لاعبي فريق نادي الكرخ. صافرة منتصر غازي التي تعلن عن وجود خطأ لفائدة هيليو أو من هنالك فرانك سيدريك الكاميروني القادم من الدوري التونسي من بوابة فريق هلال الشاب، كما مثل نادي اتحاد طنجة المغربي. زحلقة وقطع للكرة بطريقة رائعة وفدائية حاضرة وروح حيوية تمتع بها شباب فريق نادي الكرخ. شباب طبعا على مستوى أعمارهم أنهم يمثلون الفريق الأول فريق نادي الكرخ. تعود الكرة في منتصف الميدان لفائدة فريق نادي الكرخ، ترسل الكرة إلى الأمام عالية، وصلت وطالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. جانبية لفريق نادي زاخو عن طريق برونو أوليفيرا القادم من فريق نادي ماريليا البرازيلي، مثل أندية الدوري البرازيلي الدرجة الأولى والثانية والثالثة، أبرز الأندية التي مثلها هذا اللاعب صاحب 28 عام. بالميراس، غواراني، أوستي، وبينيا بوليس، فيلانوفا، ريد بول، براغا نيتنو، وميراسول ناسيونال، بايساندو، وأخيرا ماريليا البرازيل لأول مرة يحترف ومن بوابة النادي العراقي فريق نادي زاخو. فرسان الخابور أو فرسان الشمال ممتاز. أمجد وليد بالخبرة يتفوق ويقطع الكرة بالروح القتالية التي يمتاز بها هذا اللاعب. يتعرض للإصابة للمرة الثالثة، يصنع خطأ، يصنع مخالفة، وكارت أصفر يتحصل عليه اللاعب علاوي كاظم أول في هذا اللقاء. كارت أصفر في الدقيقة 20. أمجد وليد شاكس دفاعات فريق نادي الكرخ وبالخبرة، ويتحصل على الخطأ للمرة الثالثة وفي مكان خطير. الكابتن رزاق فرحان، والتجربة الثالثة لهذا المدرب صاحب 44 عام، أما والذي سبق وان درب نادي الديوانية وحلق بفريق نادي الديوانية إلى دور الأضواء، وقاد فريق نادي النفط ميسان كمدرب، طبعا مساعد مدرب القوة الجوية، مساعد مدرب نادي الميناء. كرة تبعد، تتخلص، تعود مرة أخرى، طالت الكرة سهلة عند حارس المرمى. نعم الكابتن رزاق فرحان
يعتبر أكثر اللاعبين الذين تواجدوا في عالم الاحتراف لسنوات. لاعب الذي انطلق من الأندية المحلية هنالك في محافظة بابل، نادي المدحتية، شباب القاسم، نادي بابل أو البقعة في بابل، وبعدها القوة الجوية والبحرين، الشارقة، الخليج، الشمال، قطر، الرفاع، دبي، عجمان، البقعة، الفيصل الأردني، وعاد إلى وطنه من بوابة التدريب. تمريرة، مرت الكرة بكوبري خطيرة، عرضية عالية بالراس، اوه متابعة، ولكن الابعاد عن طريق الدفاع. الله على رأسية في الزاوية الصعبة على طريقة القناصين في منطقة الجزاء، ولكن من هنالك يرد حارس المرمى عبد السليم على طريقة كبار حراسة المرمى، يتألق ويتصدى لكرة كادت أن تضع فريق نادي زاخو بالمقدمة عن طريق الكابتن نعم ياسر قاسم، بالخبرة رماها بالزاوية الصعبة، بالزاوية المستحيلة، ولكنها ليست صعبة وليس مستحيلة، وليست مستحيلة على عبد السليم، يقتنصها ويلتقطها ويمنح فريق نادي زاخو من تسجيل أول الأهداف. ببراعة يتألق ويتصدى الحارس عبد السليم الغائب بسبب الإصابة الجولة الماضية، وحمى عليه فريق نادي الكرخ الحارس الواعد القادم من الشرطة عبد العزيز عمار، الحارس الشاب حارس المنتخب الأولمبي. كرة عانت وبالتالي يعود مرة أخرى ويثبت علو كعب، يتألق ويتصدى أمجد وليد من هنالك من أمام 3 لاعبين، والاحتجاج وعبد الوهاب أبو الهيل صاحب 45 عام يوجه اللاعبين وبعصبية وبغضب، يريد الحصول على النقطة السادسة من أمام فريق نادي الكرخ، الفريق الذي يدخل بدورة ويبحث عن أول نقطة، قادم من هزيمة وعلى ملعب متعطش، قادم من العاصمة بغداد، من هنالك من الإسكان، ويبحث عن نقاط المباراة. تعود الكرة، تمرير، آخر مواجهة جمعت الفريقين على هذا الملعب كانت في الموسم الماضي، انتهت في التعادل 0-0 لحساب الجولة الأولى، أو مباراة الذهاب في الجولة الأولى كانت نعم تواجه كان في الموسم الماضي لحساب الجولة الأولى على هذا الملعب، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي 0-0. وآخر مواجهة جمعت الفريقين كان في الموسم الماضي على ملعب الساحر أحمد راضي، وانتهت التعادل 1-1. كرة ترسل داخل منطقة الجزاء، تبعد وتتخلص لفريق نادي الكرخ على اليسار، محاولة المرور، التوغل، البحث عن مساندة، ولكن من هنالك القطع والإبعاد، وبالتالي تتحول الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الموسم الماضي المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 سجل لزاخ زياد أحمد، وللكرخ حسن عبد الكريم. ضربة ركنية لفريق نادي الكرخ في هذه الأثناء، ترسل كرة عالية داخل منطقة الجزاء، مرت ووصلت، وبالخبرة يحافظ عليها ويتحصل على رمية تماس. أمجد وليد تلعب الكرة في منتصف الميدان، محاولة المرور تقطع من فريق نادي الكرخ، محاولة وتمرير واستلام تقطع وتنقل وتعود في منتصف الملعب، تغيير باتجاه اللعب ناحية البرازيلي لوكاس إلى الأمام، يتركها
لكايك أوليفيرا مرة أخرى للبرازيلي، وصلت وعادت لفائدة محمد عبد الكريم. محمد إلى الأمام للوكاس سانتوس الرقم 10 على اليمين، محاولة تمرير ولكن تغطية من جانب المدافع. في هذه الأثناء المدافع كرار سعد، وبالتالي أو رزاق شهاب رزاق فرحان نجل المدرب كابتن رزاق فرحان شهاب، والذي قام بتجربة كبيرة رفقة نادي الحسين وأيضا نادي القوة الجوية. ثالث مواسم أو رابع مواسم شهاب مع فريق نادي الكرخ. على اليمين استلام، التقدم، المحاولة، عودة وتمرير ومراوغة، محاولة المرور والصراع، ولكن يتفوق برونو أوليفيرا ويستعيد الكرة لفائدة الفريق نادي زاخو. تنقل الكرة على اليسار لأمجد، أمجد بيسراه يرسلها إلى الأمام ولكن لم تصل، تقطع عن طريق حيدر ماجد. وصلت وعادت الكرة لفريق نادي الكرخ، محاولة المرور، تنقل وتعود إلى الأمام، ترسل عالية الكرة، تبعد من جانب الدفاع، الصدر تتأمن وتعود مرة أخرى إلى الأمام إلى الأمام. الكرة وصلت لفائدة فريق نادي زاخو ولكن تبعد الكرة من جانب الدفاع لتصل وتعود لفائدة فريق نادي الكرخ. تمريرة إلى الأمام ولكن قريبة على محمد شاكر. قريبة على محمد شاكر. تعود الكرة مرة أخرى، تبعد من جانب فريق نادي زاخو، عادت في منتصف الميدان إلى الأمام، استلام عن طريق لوكاس لكايك أوليفيرا مرة أخرى لياسر قاسم، نقلات على اليمين لكايك أوليفيرا مرة أخرى لوكاس يتفوق، ينطلق على اليمين لوكاس ولكن يسحب الدفاع، وصافرة وخطأ للبرازيلي، صافرة وخطأ لفائدة لوكاس سانتوس صاحب الهدف في المباراة الماضية أمام نادي نوروز. يتحصل على والحديث مع المدرب والكابتن أكيد رزاق فرحان، كابتن النورس أحمد عبد الجبار عن عدم الرضا بهذه النتيجة. أكيد ذكرنا أيها الأحبة قادم من هزيمة على ملعب، وبالتالي ربما لا يستحق الهزيمة في المباراة الماضية. نعم سيطر على المباراة، ضيع فرص، ترسل كرة عن طريق اللاعب برونو أوليفيرا ولكن سهلة عند حارس المرمى عابد سليم صاحب أبرز دفعات المباراة، أبرز وأخطر كرات المباراة، كرات اللقاء. نعم رأسية ياسر قاسم الذي تصدى لها الحارس عابد سليم ببراعة في منتصف الملعب، عالية الكرة في منتصف الميدان، صافرة وخطأ لفريق نادي زاخو. هنالك حكم اللقاء الكابتن منتصر غازي يعطي دقيقة للاستراحة لالتقاط الأنفاس ولشرب المياه. أول مواجهة جمعت الفريقين كان في موسم 2002 7 ديسمبر، انتهت بالتعادل 1-1. هذه هي الجماهير منح المباراة والتعطش لأي قرار،
تلطش للضوء الأخضر ممكن أن تعطيه نية الأزمة للاتحاد العراقي للسماح للجماهير بالدخول إلى أرضية الملعب، الدخول إلى المدرجات بنسبة 50%. ينتظرون ويتابعون المدرجات. بس علينا أن نشاهد هذه المدرجات وهي خالية من هتافات الجماهير. لدينا أندية ليست جماهيرية، وإنما ربما أن نقول بأنها أندية محافظات، أندية محافظات، خاصة بعد تأهل نادي سامراء. هذا النادي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة. جاتنا لأهلنا في سامراء، هذه المدينة الرياضية أيضا والعامرة بمواهبها في جميع المجالات، وبالتالي تتعطش لقرار خلية الأزمة للسماح للجماهير للدخول إلى المدرجات. رافع الله عنا وعنكم الوباء والبلاء. خطأ في منتصف الملعب لفائدة فريق نادي زاخو. ترسل كرة عالية للأمام داخل منطقة الجزاء، تبعد بالراس تتخلص، تعود لفائدة فرانك سيدريك الكاميروني. مرر كرة لفائدة أمجد وليد، أمجد إلى الأمام، تبعد كرة بشكل خاطئ ولكن تتخلص بالتوقيت المناسب عن طريق سيف علي. سيف علي يرسل كرة إلى الأمام، تبعد وتعود لفائدة فريق نادي زاخو في منتصف الملعب. عادت ووصلت مرة أخرى لفائدة فريق نادي زاخو، عادت في خط الدفاع للأبيض لفرسان الخابور ومحافظة الفريق على الكرة، وبالتالي تعود مرة أخرى. محاولات ما زالت قائمة، محاولات ما زالت قائمة. كرة على اليسار عن طريق لاعبين فريق نادي الكرخ، عن طريق الخطير، تمريرة بكوبري. الله 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 على كرة، على كرة خطفها من أمام المدافعين، ولكنها بأحضان حارس المرمى محمد شاكر تستقر، وبالتالي خلص فريقه من أول الأهداف. عمر عبد الرحمن صاحب الأسيست وصاحب المبادرة والمساهمة بهذه الكرة الخطيرة جدا والتي مرت بسلام على مرمى فريق نادي زاخو. اسقاط واستئناف للعب. عادت الكرة لهوليو مونتيرو، التقدم إلى الأمام، يرسل كرة البرازيلي ولكن كرة مجهولة إلى خارج أرضية الملعب، تحول جانبية لفريق النادي الكرخ. مونتيرو إضافة قوية لدفاع فريق نادي زاخو القادم من فريق روبيرو البرازيلي. احترف فقط مرتين الدوري البرتغالي رفقة نادي جي دي إستوريال وفريق نادي زاخو، مثل أندية ريو بريتو البرازيلي ودي سور تيفو وسبورت كلوب مونياو باربارينسي وبوا سبورت البرازيلي أيضا. تعود الكرة مرة أخرى صاحب 34 عام، تعود في منتصف الميدان لفريق نادي الكرخ على اليسار، عودة نقلات في منتصف الملعب، محاولة عن طريق اللاعب يوسف فوزي. يوسف فوزي والمستوى الرائع والمذهل الذي قدم هذا اللاعب في المباراة الماضية، لاعب نشيط يسجل يصنع، وبالتالي يعول مدرب الكابتن رزاق فرحان والكابتن أحمد عبد الجبار
يكتشف هذا اللاعب الواعد. تعود الكرة، محاولة ولكن المطالبة بلمسة يد والمطالبة بمخالفة، ولكن حكم اللقاء منتصر غازي لا يشير لوجود أي خطأ. وهنالك كرة لفائدة فريق نادي الكرخ على اليسار، التمرير والاستلام، التقدم، المراوغة، ولكن تقطع وتعود لفائدة فريق نادي زاخو. محاولة الانطلاق، التمرير في منتصف الملعب، محمد جواد على اليسار، وصلت الكرة إلى الأمام. محمد جواد هداف الفريق برصيد 8 أهداف في الموسم الماضي. تعود الكرة، تعود مرة أخرى، مراوغة تبعد من جانب الدفاع لفائدة فريق نادي زاخو. مرة أخرى عادت ووصلت، دوران وعودة عند خط الدفاع، التمرير والاستلام. تعود مرة أخرى إلى الأمام، عالية تتخلص من جانب الدفاع لفائدة فريق نادي الكرخ. الصراع في منتصف الملعب، ترسل كرة عالية إلى الأمام، طالت وعادت عند حارس المرمى. خلص وترسل عالية جدا من حارس المرمى علو جبال زاخو. نشاهدها من هذا الملعب، وخلال هذا التصوير الظاهرة أمامنا. تعود الكرة مرة أخرى في منتصف الملعب لفائدة فريق نادي زاخو إلى الأمام في منتصف الملعب. تقدم لفائدة فريق نادي زاخو مرة أخرى. إذن برز سنتين ضاعت في المباراة، فرصة ياسر قاسم برأسية خطيرة جدا تألق إبعادها الحارس عبد سليم حماد. هو عبد سليم واضح أمامنا بالصورة، يوقع لفريق نادي الكرخ موسم 2020، أيضا يعتبر من الأسماء التي تخرجت من مدرسة الكرخ الكروية. تعود الكرة وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، جانبية لفائدة برونو أوليفيرا. برونو لفريق نادي زاخو. تعود مرة أخرى لهوليو مونتيرو إلى الأمام. 4 لاعبين يحملون الجنسية البرازيلية، التشكيلة الأساسية لتشكيلة عبد الوهاب أبو الهيل، زائد واحد كاميروني وهو فرانك سيدريك. إلى الأمام، ترسل كرة تبعد، تتخلص من جانب لاعبي فريق نادي الكرخ، عادت لفريق نادي زاخو. دقائق تصلنا على نهاية الفصل الأول من شوط المباراة الأول ومن هذا اللقاء. أيها الأحبة في كل مكان متتبعي قناة شباب سبورت HD 1 وشركة الأضواء للإنتاج الفني والخدمات الإعلامية. ألف سلامة للاعبي الفريقين، تعرض لإصابة في هذه الأثناء. هنالك ألف سلامة للاعب فريق نادي زاخو الذي يتعرض لإصابة ربما أقوى من إصابة اللاعب شهاب رزاق. ألف سلامة للاعبين. ثاني مواجهة طبعا جمعت الفريقين 2002 إلى 2009 يتواجه الكرخ وزاخو، تواجهوا في 15 ديسمبر، وانتهت أيضا المواجهة الثانية التي جمعتهم بالتعادل 0-0. بعدها تواجها في موسم 2011 الذهاب، انتصر الكرخ، نعم الانتصار الوحيد الذي حقق على فريق نادي زاخو، الذي يعتبر أكبر انتصار في تاريخ المواجهات بين الفريقين. كابتن
رزاق فرحان عم النتيجة التي تعتبر أعلى نتيجة سجلها الكرخ، وهي الوحيدة نعم انتهت ب4 أهداف مقابل هدفين. في الأياب انتصر زاخو على ملعب 2-0 2012 الموسم التالي، واجهوا وانتهت المواجهة بينهم ذهابا وإيابا 1-1. 2014 انتصر زاخو 2-1 يحقق الانتصار الثاني، وكرر الانتصار في الموسم التالي في المجموعة الشمالية وانتصر بهدفين مقابل هدف وحيد. بعدها تعادل 0-0. لا تواجها في 2017 تعادلوا الذهاب 0-0 وفي الإياب 1-1. الموسم الماضي 2021 الذهاب 0-0 وفي الإياب 1-1. بالتالي التعادل اللي بينهم فز ب9 مواجهات 9 مناسبات. التعادل بين فريق الكرخ وزاخو، والجماهير الوفية لفريق نادي زاخو والحضور والمشاهدة لهذا اللقاء من خلف الأسوار. خلف الأسوار شعب يتنفس كرة القدم، الذي يعتبر كرة القدم المتنفس الوحيد. إن شاء الله مر من هذه المحنة ومن هذا الوباء اللعين الذي فتك بكوكبة من نجوم الكرة العراقية وفتك بالبشرية. صافرة وخطأ لمحمد جواد الذي يجدد ولاء لفريق نادي زاخو. الموسم الماضي محمد سجل 8 أهداف هداف الفريق. محمد جواد اللاعب الذي مثل منتخب الناشئين ونادي الدفاع المدني والكهرباء يتحصل على خطأ. يقف من هنالك اليو مونتيرو ولوكاس سانتوس الثنائي البرازيلي، يقف لتنفيذ هذا الخطأ. دقيقتين تفصلنا على نهاية المباراة وشوط المباراة الأول. شوطها الأول والتعادل السلبي ما زال مغيما وسائدا في هذا اللقاء. خطأ لفائدة نادي زاخو، خطأ في مكان خطير، ومن هنالك هوليو موتيرو تصويبة ولكنها مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لفريق نادي الكرخ. هوليو موتيرو البرازيلي متخصص في الضربات الثابتة يعود إلى مكانه، وبالتالي ضربة مرمى لعابد سليم حماد. مباراة زاخو القادمة في ملعب الفيحاء أمام نادي الميناء السفانة. مباراة الكرخ ما الكرخ يواجه في ملعب التاجي فريق نادي النفط. كرة عادت في منتصف الملعب في نقلات محاولة لفريق نادي زاخو، ولكن من هنالك صافرة منتصر غازي وخطأ لفائدة فريق نادي زاخو. خطأ على عماد محسن، خطأ على عماد محسن في هذه الأثناء. تعود الكرة لفريق نادي زاخو، تبعد من جانب الدفاع، وصلت وعادت على اليسار، تبعد وتعود. محاولات ما زالت قائمة لفائدة أمجد يبحث عن زميل التمرير، وبالتالي تعود كرة إلى الأمام، وصلت وعادت وبمقصية وروح قتالية تبعد الكرة وتتخلص إلى خارج أرضية الملعب. إذن وبهذه الكرة صافرة النهاية تعلن عن نهاية شوط المباراة الأول. نلتقي بعد الاستراحة. مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عدنا وإياكم لمتابعة
مجريات شوط المباراة الثاني، مباراة الكرخ وزاخو لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز لموسم 21-22. ألف سلامة للاعب شهاب رزاق الذي يشكو من إصابة في هذه الأثناء. شوط أول انتهى بتعادل السلبي، شاهدنا فرصتين دقيقتين وباقي المباراة كان بتحفظ وحذر من كلا الفريقين. نادي زاخو صاحب المركز الرابع ب3 نقاط بفوز واحد بهدفين قبل هدف وحيد على حساب فريق نفط البصر، بينما فريق نادي الكرخ صاحب المركز 13 بخسارة بهزيمة أولى يستقبلها الكناري على ملعبه، وكانت أمام فريق نفط البصر. أو زاخو انتصر على نوروز بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما فريق نادي الكرخ خسر من فريق نادي نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد. نذكر بتشكيلة الفريقين نادي زاخو بقيادة عبد الوهاب أبو الهيل دخل بتشكيلة متكونة من حارس المرمى محمد شاكر، خط الدفاع برونو أوليفيرا، محمد عبد الكريم، حلو موتيرو، أمجد وليد ثنائي منتصف الملعب، كايك أوليفيرا، شيبان جميل، ياسر قاسم، وخط الهجوم لوكاس سانتوس، محمد جواد وفرانك سيدريك. بينما فريق نادي الكرخ بحراسة المرمى عبد السليم حماد، خط الدفاع حيدر ماجد، سيف علي، قرار سعد، خط المنتصف عمر عبد الرحمن، يوسف فوزي، شهاب رزاق، مصطفى وليد، وثناء الهجوم علاوي كاظم، عماد محسن ضربة ركنية ولكن تبعد عن طريق محمد شاكر، تتشتت وتبعد من جانب محمد شاكر، ترسل كرة عالية للأمام، تنطلق الكرة بأقدام أمجد وليد على اليسار، مراوغة من أمجد وعودة وتمرير ومراوغة وتقدم. الله الله على التقدم ومرور وتصويبة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب عن طريق اللاعب فرانك سيدريك صاحب الهدف الوحيد في الدوري في الجولة الأولى أمام فريق نوروز. والباريس ضربة مرمى لعابد السليم صاحب التصدي الرائع لأبرز كرات شوط المباراة الأول. صدى بهذه كرة ياسر قاسم، الله على التمرير رائعة فنية برازيلية ولكنها تقطع وتتحول إلى خارج أرضية الملعب. عادت مرة أخرى جانبية للثنائي البرازيلي لوكاس سانتوس وبرونو أوليفيرا على اليمين لفائدة فريق نادي زاخو، ولكن تبعد الكرة وتتحول إلى خارج أرضية الملعب. جانبية لفريق نادي زاخو في هذه الأثناء، أو نعم لفائدة ياسر قاسم، ضربة ركنية لياسر قاسم في هذه الأثناء. ياسر والمشاركة الثانية للقائد، الله راسية مرت عن طريق محمد جواد، كانت قريبة من العارضة الأفقية وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. الله على كرة خطيرة جدا، ضاعت فرصة الهدف الأول، ضاعت فرصة الهدف الأول بطريقة رائعة، نعم بضربة ركنية عن طريق الكابتن ياسر قاسم، رماه على راس محمد جواد ومرت وتحولت. عادت مرة أخرى تتحول وتعود في المنتصف، محاولة عن طريق لوكاس سانتوس ولكن مرت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة جانبية لكرار سعد، كرار سعد لفائدة فريق نادي الكرخ، جانبية للأصفر في هذه الأثناء. البحث عن مساندة، البحث عن زميل، تلعب الكرة على الأطراف، تصل سهلة عند حارس المرمى محمد شاكر إلى الأمام لفائدة فريق نادي زاخو، ترسل تتحول تعود مرة أخرى ولكن تبعد وتعود
فريق نادي الكرخ يستعيد الكرة، محاولة الهجوم، التقدم، ولكن مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. فريق نادي زاخو صاحب أخطر الكرات وأخطر المحاولات. تحول كرة جانبية لأمجد وليد. ترسل إلى الأمام، تخلص من جانب الدفاع، تعود مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. جانبية تتحول لفريق نادي زاخو. في هذه الأثناء عادت لفائدة أمجد وليد لفريق نادي زاخو. التمرير، الاستلام عن طريق ياسر يستعيدها في المنتصف مرة أخرى، عادت إلى الأمام عن طريق كايك أوليفيرا، استعادها لوكاس سانتوس لمرة أخرى تصل لشيفان جميل، شيفان لسيدريك، عادت والاستحواذ والنقلات في منتصف الملعب لفائدة فريق نادي زاخو. وصلت وعادت لعمر عبد الرحمن، التقدم إلى الأمام، ولكن التدخل والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. تحول الكرة إلى خارج أرضية الملعب، جانبية لفريق نادي الكرخ لفائدة اللاعب كرار سعد. كرار سعد، محاولة جانبية تلعب إلى الأمام، وصلت وعادت لفائدة فريق نادي الكرخ. كرار سعد الذي وقع للفريق في مطلع موسم 2020. ترسل الكرة طبعا للفريق الأول، أيضا يعتبر هذا اللاعب من أبناء الفريق، من أبناء الكناري. عادت لفريق نادي الكرخ، وخطأ لفريق نادي زاخو فائدة برونو أوليفيرا. خطأ لبرونو، وصلت لمحمد عبد الكريم الزوراء وأمانة بغداد التي لها هذا اللاعب. تعود في منتصف الملعب، تنقل، تعود في المنتصف إلى الأمام، كرخية إلى الأمام، الاستقبال عن طريق عماد محسن، ولكن كرة وصلت سهلة عند حارس المرمى محمد شاكر. عماد محسن والتجربة والخبرة التي تحصل عليها هذا اللاعب من نادي الميناء، الأندية الجماهيرية خاصة الزوراء، الميناء، القوة الجوية، وأيضا الخبرة التي حصل عليها في عالم الاحتراف في الدوري السوداني رفقة نادي الهلال بطل الدوري السوداني آنذاك. تمرير إلى الأمام، يستعيدها اللاعب لوكاس سانتوس، تنقل على اليمين لفائدة فريق نادي زاخو، تنقل إلى الأمام، ولكن التمرير الخاطئ. وصلت لشهاب رزاق إلى الأمام، تتحول جانبية لفائدة فريق نادي زاخو أو لفريق نادي الكرخ. عمليات الإحماء والاستعداد للدخول من لاعبي فريق نادي زاخو. أيضا فريق يعول على المواهب وعلى أبناء المحافظة إذا صح التعبير. على اليسار، تمرير إلى الأمام لفريق نادي الكرخ، ولكن من هنالك المتابعة من دفاعات فريق نادي زاخو، بالتالي تنقل الكرة إلى الأمام، عادت عن طريق اللاعب برونو أوليفيرا. اللقاء والتوجيهات المستمرة من قبل الكابتن عبد الوهاب أبو الهيل القادم من الاحتراف من بوابة الأنصار اللبناني، الأخاء اللبناني، الطلبة، ممثل أندية الأخاء كلاعب الأخاء اللبناني، الطلبة، الشعب الإماراتي، استقلال الأهواز الإيراني، سابهان الإيراني، وفولاد خوزستان الإيراني،
لعب المنتخب الوطني من 97 وحتى 2009، 40 سنة. كابتن عبد الوهاب أبو الهيل. تعود جانبية لفريق نادي الكرخ على اليمين، ترسل إلى الأمام، وصلت وعادت مرة أخرى لفائدة فريق نادي الكرخ الذي يحاول الهجوم، يحاول التخلص من هذا الضغط، يحاول التخلص من هذا الخوف. الكرة إلى الأمام على اليسار لفريق نادي زاخو، ولكن حالة تسلل موجودة في اللقطة الماضية، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لفريق نادي الكرخ الذي يتراجع بدوره إلى المناطق الدفاعية ويحاول التخلص من هذا الضغط. نقلات في منتصف الملعب لفريق نادي زاخو على اليمين، التمرير والاستلام لفريق نادي الكرخ في منتصف الملعب، محاولة الحفاظ على الكرة من جانب فريق نادي الكرخ، النادي الذي تأسس عام 63 ويضم 8 ألعاب، مع كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، الطائرة، خماسي الكرة، التايكواندو، الجودو، الملاكمة. يمتلك تاريخ كبير، مشاركات العربية في رياضة كرة اليد. جانبية لبرونو أوليفيرا، برونو إلى الأمام على اليسار، وصلت محاولة المرور على جوانب اللعب، محاولة الاستفادة من اللعب على الجوانب ولتحقيق أعلى استفادة، خاصة بأن الفريقين كان أجنحة سريعة. حسين منذور يشارك مع حميد حاجي، حميد وحسين منذور، وبالتالي خروج كابتن ياسر قاسم ودخول حميد حاجي في هذه الأثناء. يشارك حميد وحسين منذور. المدرب كابتن عبد الوهاب أبو الهيل يشرك هذا الثنائي ويحاول التغيير، يحاول ويبحث عن نقاط المباراة، يبحث عن نقاط المباراة. الجولات الأولى دائما تعتبر مهمة جدا للمدربين أكثر من اللاعبين، وأكثر نعم من اللاعبين كما ذكرنا، خاصة المدرب الجديد الذي يقود الفريق بمهمة وفي بداية المهمة، وبالتالي تكون مهمة صعبة ويقاس بها مستوى المدرب الكابتن عبد الوهاب الذي استلم المهمة لقيادة فريق نادي زاخو بعد الكابتن سامي بحت والمدرب الكرواتي قصنين، وبالتالي حافظ وحصل على المركز التاسع. محاولة حكم اللقاء لا يشير وجود خطأ، ولكن يقطعها يوسف فوزي، يوسف يقطعها على اليسار، التقدم من جانب اللاعب علاوي، نعم، أو مصطفى وليد وليس علاوي كاظم، مصطفى وليد يحاول في الكرة الماضية، وبالتالي حكم اللقاء ماذا يقول؟ جانبية لفريق نادي الكرخ، محاول على اليسار، التقدم، المراوغة، محاولة العبور، ولكن من هنالك مرت الكرة وتجاوزت الخط، وبالتالي جانبية. هذا هو عمر عبد الرحمن لاعب النشيط على الجانب الأيمن. تعود مرة أخرى في منتصف الملعب لفائدة فريق نادي الكرخ. الكرخ
الفريق الذي ضم أسماء كبيرة، أبرز اللاعبين كابتن راحل أحمد راضي رحمه الله، نادي رجال، خليل وكريم محمد علاوي، سلام شاكر، نادي عبد، شرار حيدر، سعد قيس، حارس محمد، أحمد جاسم، حبيب جعفر، معاذ إبراهيم. القائمة تطول، أسماء كبيرة تمتلك ارشيف كبير في المشاركات في الدوري ومع المنتخب الوطني. انطلاقة سريعة لفائدة فرسان الشمال على اليسار، عرضية عالية، مرت الكرة، مرت من فوق الجميع، وبالتالي تتحول الكرة سريعة إلى خارج أرضية الملعب. عرضية كانت سريعة وليس بالشكل المطلوب، نعم، وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب. تحولت ضربة مرمى لفائدة الحارس عبد سليم حماد. نذكر بأن فريق نادي زاخو يواجه فريق نادي الميناء على أرضية ملعب الفيحاء في الجولة المقبلة، بينما يواجه فريق نادي الكرخ فريق النفط على أرضية ملعب التاجي. مباريات فريق نادي الكرخ على ملعب أمام نفط البصرة، النفط أو نفط الوسط والصناعة، سامراء، نفط ميسان أو نوروز، أيضا الميناء، الشرطة والنجف، أربيل والطلبة. ما يواجه خارج ميدانه في هذه المرحلة كل من زاخو، النفط. المباراة القادمة والقوة الجوية في ملعب الشعب، والقاسم في ملعب الكفل، نفط ميسان في ملعب ميسان الدولي، وزورا في ملعب الشعب، أمانة بغداد في ملعب الأمانة، والديوانية والكهرباء. هي مباريات فريق نادي الكرخ خارج ملعبه، وأبرزها مع الأندية الجماهيرية كارت أصفر في هذه الأثناء. وحكم اللقاء الكابتن منتصر غازي قاضي هذا اللقاء، والتوجيهات للاعبين والتحذير والتنبيه صافرة وخطأ إذن في منتصف الملعب لفائدة فريق نادي الكرخ. لفريق نادي الكرخ ترسل كرة عالية إلى الأمام، وصلت خطيرة بالراس، ولكن ممتاز هوليو موتيرو يقطعها وبمتابعة على مرتين بالراس وبقدم اليسرى، نعم، التي تمتلك إمكانيات هائلة، نعم، بتنفيذ الضربات الثابتة. يقطعها مونتيرو، برج المراقبة الدفاعي في هذه الأثناء. خطأ في منتصف الملعب لفائدة فريق نادي زاخو. عادت في منتصف الميدان على اليمين، أوليفيرا يرسل كرة عالية إلى الأمام داخل منطقة الجزاء، ولكن يوسف فوزي والتدخل عن طريق يوسف، ولكن مع التدخل تأتي راية الحكم المساعد التي تعلن عن حالة تسلل على اللاعب محمد جواد لقطة الماضية، مهاجم فريق نادي زاخو، اللاعب الذي يمثل منتخب الناشئين، الدفاع المدني، الكهرباء، وبثاني المواسم الآن رفقة فرسان الخابور. كرة في منتصف الملعب على اليمين، استلام، محاولة للتوغل، تقطع وتعود على اليسار لمصطفى وليد، مصطفى وليد لفائدة عماد محسن، ولكن عماد لا يجد الحرية في التصرف
في الكرة الماضية بمتابعة وقطع وتجديد الخناق من قبل المدافع، وبالتالي تصل سهلة عند حارس المرمى محمد شاكر. وصلت وعادت على اليمين، قطعت وانطلقت على اليسار لفائدة فريق نادي زاخو، ولكن تبعد بالراس عن طريق اللاعب شهاب رزاق. إلى الأمام شهاب يرسلها، ولكن تجد من هنالك أمجد وليد. أمجد والقيادة والخبرة باقدام هذا اللاعب القصير والمكير. وفي كرة القدم احذروا الأقرب إلى الأرض، احذروا الأقرب إلى الأرض. دائما القريب من الأرض أي القصير يسيطر أكثر على الكرة. طالت الكرة، سريعة كانت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لمحمد شاكر. تعود الكرة مرة أخرى. محمد شاكر كان حارس الثالث للزوراء مع جلال حسن وعلى قاطع، مثل منتخب ناشئين العراق، مثل الطلبة. من هنالك يوسف فوزي يتركها للحارس عابد سليم. من هنالك في خط الدفاع كرة ترسل عالية إلى الأمام، عالية الكرة تبعد بالراس، تتخلص، تعود مرة أخرى، تدخل وصافرة وخطأ. صافرة وخطأ في مكان خطير جدا، خطير جدا وقريب على المرمى. وبالتالي مصطفى وليد هو من يتكفل بتنفيذ هذه المخالفة، هو من يتكفل وينبغي تنفيذ هذه المخالفة. المكان الخطير لفائدة فريق نادي الكرخ. صاحب القدم اليسرى، صاحب القدم اليسرى في هذه الأثناء يبحث عن أول الأهداف ويبحث عن أول النقاط لفريق نادي الكرخ. على هذه النتيجة الكرخ يظفر بأول النقاط، بأول نقطة في هذا الموسم، لكن هذه النتيجة غير مطمئنة أبدا للكناري ولفرسان الخابور بكرة. ولكن حكم اللقاء كابتن منتصر غازي، والحديث والتنبيه وتحذير الحائط البشري وإرجاع الحائط البشري للمسافة القانونية بين الكرة والحائط وبين كرة مصطفى وليد ومحمد شاكر. مصطفى وليد، ولكن الكرة تتمتع بالحائط البشري، وبرافو ابعاد عن طريق قلب الدفاع المدافع اليوموتيرو. عادت وصلت مرة أخرى، استدت إلى الأمام بالراس وكاس والصراع في منتصف الملعب. هنا يوسف فوزي وشيفان جميل مرة أخرى، دوران إلى الأمام، ترسل وتعود، تتأمل في منتصف الملعب. عادت لفريق نادي زاخو، التمرير وتغيير باتجاه اللعب بيسارية عن طريق لوكاس سانتوس على اليسار، التقدم، ولكن من هنالك اللاعب علاو كاظم ومحاولة مراوغة، محاولة المرور والبحث عن فرصة للعبور، عرضية عالية وبالراس تتخلص. عادت مرة أخرى لفائدة زاخو، استدت وعادت ورجعت لفريق نادي زاخو. محاولات ما زالت قائمة، وبالتالي تقطع الكرة وتعود لفائدة عماد محسن. عماد لمصطفى وليد، مصطفى وليد وعناصر لاعبي فريق نادي زاخو الهجومية غائبة بشحة هجومية، تصويب ولكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة اللاعب علاوي كاظم ترسل بعيدة إلى خارج أرضية الملعب.
حارس المرمى محمد شاكر الذي يستقبل هدف وحيد في هذا الموسم. الجولة الأولى ترسل كرة وتعود إلى خارج أرضية الملعب. حارس الذي استقبل 31 هدف في الموسم الماضي محمد شاكر. تعود الكرة إلى الأمام، تحول إلى خارج أرضية الملعب، تحولت جانبية لفريق نادي زاخو. جانبية لأمجد وليد، والبحث ما زال مستمر. فاق عبد الوهاب الذي يبحث عن النقطة السادسة، ورفاق رزاق وأحمد عبد الجبار الذين يبحثون عن النقاط الثلاثة الأولى. الاحتجاج من قبل شهاب رزاق، وحكم اللقاء يقول ضربة ركنية لفائدة فريق نادي زاخو. في هذه الأثناء يبحث صاحب الملعب عن طريق برونو أوليفيرا بضربة ركنية، يبحث من خلاله الأبيض عن الهدف الأول، والتعادل السلبي ما زال مغيما على أجواء اللقاء. ضربة ركنية، برونو أوليفيرا يرسلها عالية، والتدخل والإبعاد عن طريق الدفاعات الصفراء، دفاعات فريق نادي الكرخ. وصلت وعادت في منتصف الملعب، تعود عند خط الدفاع إلى الأمام، ترسل بالراس، عادت وصلت، والصراع ما زال مستمر. الكرة العالية إلى الأمام، وصلت مرة أخرى عند اللاعب من هنالك أمجد وليد، يعملها بالراس عند حارس المرمى محمد شاكر. أقل من 20 دقيقة في السنة على نهاية اللقاء، وتعادل السلبي ما زال مغيما على أجواء اللقاء هنا على أرضية ملعب زاخو الدولي الذي يستضيف هذه المواجهة. من هنالك سقوط وخطأ ربما للسلامة لمناف يونس ابن النادي، واللاعب الذي يمتاز بطول القامة، يقدم مستوى رائع في المباراة الماضية. والمطالبة بخطأ، احتجاج ألف سلامة لمناف يونس الذي يشرح للاعبين تعرض للضرب اللقطة الماضية. استئناف اللاعب، كرة لعبد سليم، عبد سليم بكرة ترسل إلى الأمام. نعم، كان يطالب بخطأ مناف يونس، ولكن ضربة مرمى يقول حكم اللقاء. والحالتين هي كرة ثابتة لفريق الكرخ، يستفاد منها الأصفر أحمد عبد الجبار النورس الملقب بالألماني، نجم المنتخب الوطني السابق، استعداد للدخول للفريق. هنا سين إبراهيم يستعد للدخول بديلا، نعم، لمحمد. وخروج عماد محسن بديلا للاعب، وشارك لاعب مهند كريم بديلا لعماد محسن. واعطاء اشارة القيادة للكابتن مناف يونس. خطأ لفريق الكرخ، مناف، وخطأ لفائدة الأصفر الكناري الذي يبحث بدورة عن نقاط المباراة لتعويض الخسارة التي تعرض لها
في الجولة الماضية أمام فريق نفط البصر، هدفين مقابل هدف وحيد في ملعب الساحر أحمد راب. كرة إلى الأمام ترسل والوقت يمر والرغبة تكثر لتسجيل أول الأهداف في هذا اللقاء. صيام لأكثر من 75 دقيقة، تعادل سلبي ما زال مخيما على أجواء اللقاء. هدف ممكن يحرك المباراة. الكرخ الذي يعود خطيرة جدا، قطعة خطيرة لفائدة الكرخ، المراوغة عن طريق مؤنس كريم بأول لمسة لهذا اللاعب للكرة في هذا اللقاء، وخطأ عن طريق الحارس محمد شاكر كان يكلف هدف أول. وبالتالي ماذا يقول حكم اللقاء؟ صافرة وخطأ نعم لفريق نادي الكرخ. ومن هنالك سقوط أيضا للاعب عمر عبد الرحمن، يسقط ويشكو من إصابة. عمر ينهض، ماذا يقول حكم اللقاء؟ شاهدنا عرقلة ثنائية لكل لاعب يتقدم من فريق الكرخ، ومن هنالك الدفاع الذي قام بعرقلة سير هذه الهجمة، دفاع فريق نادي زاخو. حكم اللقاء ماذا يقول؟ نعم الاستعداد للدخول. عبد الله عبد خروج من يغادر بديلا، تبديل الثالث للكابتن رزاق فرحان. من يغادر يا ترى في هذه اللحظات من لاعبي فريق نادي الكرخ؟ محاولة على اليسار، قرار سعد بكرة تبعد تتخلص بالراس، تبعد بعدها من دفاعات فريق نادي زاخو إلى الأمام. الكرة تعود وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، جانبية لفريق نادي الكرخ. تبديل وخروج اللاعب مصطفى ولد. يغادر مصطفى في هذه الأثناء، لعب 78 دقيقة. إلى الأمام كرة تعود، محاولة لفريق نادي زاخو، تقطع على اليسار عن طريق كرار، يحاول بناء هجمة يرسلها إلى الأمام لفائدة مهند وصلها لعلاوي كاظم، ولكن تمريرة سريعة إلى خارج أرضية الملعب. عادت وصلت لفريق نادي زاخو عند اللاعب هوليو موتيرو. وحكم اللقاء والحديث مع الكابتن رزاق فرحان بدورة بتهدئة كابتن منتصر. حكم اللقاء الحديث مع الكابتن رزاق فرحان. روح رياضية وحبية ما بين الكابتن رزاق صاحب التاريخ الكبير، تاريخ كبير يمتلك الكابتن رزاق، برز الإنجازات يحصدها مع المنتخب غرب آسيا في 2002، المركز الرابع في أولمبياد أثينا، الميدالية الذهبية في دورة ألعاب غرب آسيا 2005. تعود الكرة من جانب الدفاع لفائدة فريق نادي زاخو، مراوغة التقدم، ولكن تبعد من إنجازات الكابتن رزاق على المستوى المحلي مع القوة الجوية. كانت الدوري العراقي الممتاز 96 97، كأس العراق 96 97، وكأس السوبر سنة 97. مستوى الكرة العراقية على مستوى الاحتراف، جانبية تلعب داخل منطقة الجزاء، لكن ترسل بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، تفسر وضعية المباراة، تفسر هذا اللقاء. نعم كابتن رزاق صد كأس ولي العهد مع الدفاع البحريني، كأس الأردن مع الفيصلي، كأس الملك الإماراتي مع الشارقة. ضربة مرمى
عابد سليم لفائدة فريق نادي الكرخ، يرسل كرة إلى الأمام، تبعد كرة بالراس، عادت وصلت مرة أخرى، محاولة المرور تقطع وتعود لفريق نادي زاخو إماما عند الدفاع، ترسل عالية إلى الأمام، طويلة طويلة في قلب الدفاع، ولكن تبعد الكرة من جانب الدفاع. نعم، دفاع نادي الكرخ في هذه الأثناء. هذه الكرة تتحول جانبية لفريق نادي زاخو، استقبال، عودة على اليسار، محاولة العرضية، التمرير، النقلات، المحاولة، ولكن تبعد، ما زالت خطيرة خطيرة من أمجد وليد، أمجد ينطلق، أمجد، ولكن الدفاع والقطع في اللقطة الماضية، وبالتالي على التسلل موجودة اللقطة الماضية على لاعب فريق نادي زاخو لحارس المرمى عبد السليم. إذا أيها الأحبة في كل مكان متتبعي قناة شباب سبورت، وهذا اللقاء الذي يأتيكم برعاية شركة الأضواء للإنتاج الفني والخدمات الإعلامية والنقل الحصري لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لموسم 21-22، ثاني مواسم شباب سبورت لنقل الدوري الممتاز بعد تغطية متواصلة لنقل جميع النشاطات الرياضية لجميع المسابقات الرياضية في عراقنا الحبيب ولجميع الرياضات، كرة الطائرة، اليد، وأيضا كرة الصالات، وأيضا الدوري النسوي، دوري الشباب، دوري الأشبال، الناشئين، دوري الشباب الدرجة الأولى والممتازة، ودور الرديف، دوري الدرجة الأولى، والدوري الدرجة الثانية التأهيلي للدوري الدرجة الأولى. أيضا نقلة أبرز مباريات هذا الدوري على شاشة قناة شباب سبورت HD. يمكنكم متابعة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب، وعلى التردد الجديد للقناة 11137. وصلت على اليسار، تبعد من جانب فريق نادي الكرخ، تعود مرة أخرى، منافسة ما زالت مشتعلة، المنافسة والتحفظ والحذر ما بين الفريقين، وهنالك من يبحث عن انتصار أول بعد خسارة في الجولة الأولى، هنالك من يريد أن يحقق ثاني انتصارات في هذا الدوري. جانبية لفريق نادي زاخو داخل منطقة الجزاء، تبعد عن طريق يوسف بتمرير ولمسة يد، وبالتالي من هنالك صافرة وخطأ لفائدة فريق نادي الكرخ. حارس المرمى عبد السليم في هذه الأثناء، إذن ربما آخر مواجهة التي كانت قد انتهت تعادل 1-1 ربما تحدث، ولكن بنتيجة سلبية. إذن آخر انتصار وآخر نتيجة إيجابية حدثت في مواجهة الفريقين كانت في موسم 2015، وانتصر وقتها فريق زاخو بهدفين مقابل هدف وحيد، نعم، لحساب المجموعة الشمالية. المباراة الأياب تصويب أرضية، ولكن حارس المرمى من هنالك يلتقط الكرة الأرضية الزاحفة التي جاءت، نعم، من اللاعب في هذه الأثناء حميد حاج. حميد يرسل أول الكرات، وبالتالي تعادل سلبي ما زال مهيمن على أجواء اللقاء. تعود الكرة
لفريق نادي زاخو. خطأ على رواق الأيسر لفائدة فريق نادي زاخو صاحب الأرض. لا يريد أن يفرط قاتل المباراة، لا يريد أن يفرط بنقاط المباراة فريق نادي زاخو، وبالتالي يبحث عن الانتصار الثاني. انطلاق لمنافسات دورين حساب الجولة الثانية. مباريات فريق نادي زاخو خارج ميدانه قادمة الأولى أمام الميناء، أمام الشرطة، الديوانية، الكهرباء، نفط البصرة، بعدها أيضا يعود إلى الفيحاء لمواجهة نفط البصرة، ثم النفط ونفط الوسط الصناعة، وأخيرا سامراء على ملعب التاج. هذه مباريات نادي زاخو اللي لم يلعب حد الآن أي مباراة خارج ملعب. ابتداء من الجولة الثالثة القادمة يواجه فريق نادي الميناء على أرضية ملعب الفيحاء، بينما المباريات التي سيلعبها على ملعبه أمام نوروز والكرخ، هذه المباراة الثانية الذي يلعبها على ملعب فريق نادي زاخو، وأمام أمانة بغداد، النجف، الطلبة، أربيل، نفط ميسان، القاسم، القوة الجوية، النفط ونفط البصرة. بالتالي مباريات ومواجهات الأقوى التي سيلعبها الفريق ستكون على ملعب. هذا الملعب مستعصي ربما على بعض الفرق. نادي الكرخ لم يحقق فقط انتصار وحيد على فريق نادي زاخو، وكانت على ملعب الساحر الراحل أحمد راضي حمود. كرة تعود على اليسار، مؤنث كريم، محاولة المراوغة، تقطع وتعود، تمرير، نقلات، تغيير باتجاه اللعب والحفاظ والاستحواذ على الكرة من جانب لاعبي فريق نادي زاخو. وصلت وعادت لفائدة أمجد وليد، أمجد لهيليو مونتيرو، هيليو مونتيرو، التمرير على اليمين، ولكن مرت الكرة، يستعيدها البرازيلي الآخر برونو أوليفيرا، مواطنة يستعيدها ويقود هجوم لفائدة فرسان الشمال بدورة يبحث عن مساعدة الفريق لتسجيل أول الأهداف. فريق نادي زاخو تعود ألف سلامة للاعب فريق نادي الكرخ يوسف فوزي الذي يتعرض لإصابة. ليتابع اللعب، استمر لاعب بمواصفات قتالية وروح قتالية. إذن وقت الأصلي انقضى، وقت محتسب بدلا للضائع دقائق، وبالتالي خطأ لفائدة فريق نادي الكرخ. ترسل كرة تعود لفريق الكرخ مرة أخرى، عادت كرة في منتصف الملعب، صافرة وخطأ لفريق نادي زاخو في هذه الأثناء لهيليو مونتيرو في هذه الأثناء لخطأ، وكرة ترسل عالية إلى الأمام، تبعد من جانب الدفاع، تتخلص، تعود مرة أخرى لفريق نادي زاخو. محاولات ما زالت قائمة، ولحظات أخيرة ودقائق أخيرة. نعم، فريق نادي الكرك عاد كما دخل بأول وبداية اللقاء بمواصفات الدفاع. نعم، يدخل مدافعا محافظا خائفا، ولكن هل يحدث مفاجأة في هذه الأثناء فيما تبقى من الوقت؟ تقطع وتعود الكرة في منتصف الملعب، صافرة من هنالك وخطأ، يقول حكم اللقاء الكابتن منتصر غازي لفائدة فريق نادي زاخو في هذه الأثناء. على اليمين برونو أوليفيرا يستلم كرة، يبحث
يرسل كرة طويلة إلى الأمام، وصلت الكرة بالراس، عادت وارتدت مرة أخرى كالعادة لفريق نادي زاخو. تعود، ولكن هذه المرة تعود الكرة محاولة الاستعادة، ولكن الكرة لا تستقر، لا تستمر بأقدام فريق نادي الكرخ. تعود الكرة مرة أخرى، تبعد من جانب دفاعات الكرخ، والاعتماد على المرتدات والاكتفاء بهذه النتيجة. ربما فريق نادي الكرخ يريد أن يكتفي بهذه النتيجة. نقطة ثمينة من نادي زاخو من هنا، من على ملعب زاخو الدولي، يريد الحفاظ. هنالك الصافرة وحكم اللقاء لا خطأ. تعود الكرة مرة أخرى لفريق نادي زاخو في منتصف الملعب. التقدم، التسليم على اليسار، وصلت وعادت لفائدة أمجد إلى الأمام، تتخلص، تعود مرة أخرى بأمان وتأمين بين أقدام لاعبي فريق نادي الكرخ الذي يحاول الاستحواذ وكسب وقت أكثر فيما تبقى. نعم، يحاولون قتل الوقت من خلال الاستحواذ، ولكن تسويبة بعيدة. محمد شاكر يلعب بسرعة، لا يريد رفق الزملاء بنقاط المباراة، وبالتالي يبحث عن انتصار على ملعبه فيما تبقى من الوقت. تعود الكرة مرة أخرى لفائدة محمد شاكر لهوليو مونتيرو حولها لأوليفيرا، برونو أوليفيرا يرسل كرة طويلة إلى الأمام، عالية بالراس، مرت الكرة، كرة سيدريك، نعم، فرانك سيدريك الكاميروني، بكرة مرت إلى خارج أرض الملعب. حولت ضربة مرمى لفائدة عابد سليم في هذه الأثناء يشارك نائي. نعم، زين، شاهد في هذه الأثناء ما تبقى من الوقت خروج علاوي كاظم يغادر في هذه الأثناء، وعمر عبد الرحمن ومغادرة الثنائي. إذا انتهت تبديلات الكابتن سرحان الأربعة، وفيما تبقى من الوقت ضربة مرمى لعبد سليم، كرة عالية للأمام، ربما هي الأخيرة، تعود لفائدة فريق نادي زاخو. حكم اللقاء لا يقول أي شيء، لا يعلن عن وجود أي خطأ. تعود الكرة باستقبال، وصلت وعادت لفريق نادي الكرخ، تغيير باتجاه اللعب على اليسار، استلام، تقدم، محاولة لفريق نادي الكرخ إلى الأمام، ولكن تبعد وتصطد. ومع صافرة النهاية أيها الأحبة تعلن عن نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء. كان معكم عباس الزرقاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یاره کدی گینه یک شاد و بختور بن